فعلا لما بنقوله الريحة عم بتشهي تحفة. عكاوي الناس الأكيلة، يعني زي ما بيقولوا أكلة الرجالة، يعني أكلة عافية وحلوة، واللحمة ولا أروع. زبدة زبدة. يسعد صباحكم جميعا. النهاردة معانا عكاوي بلسان العصفور. دايما بنعمل العكاوي مع الخضار وفي برام مع خضار مشكل. النهاردة هنعمله عكاوي بلسان العصفور. تمام. المكونات معانا بصل طبعا وثوم. هنا هو الفلفل هعمله حشويه عشان يدي طعم التدخينه الحلوه. التوابل بتاعتنا كالعاده معروفه ان احنا التوابل بتاعتنا على خفيف، ملح وفلفل، شويه جوز الطيب. جوز الطيب بتبقى حلوه في اللحوم وفي الطواجن. ومعانا لسان العصفور وقطعه زبده وشويه زيت. يلا بينا على الطريقه على طول. اول حاجه ابدا بيها كده اشوي الفلفل عشان الحق اقشره، بيدي طعم جميل جدا الفلفل المدخن ده. هي بقى نجيب التسويه، انا اخدها تحمير واسمع الصوت. العكاوي من الحاجات الحلوه جدا. انزل بقطعه زبده، التقليبه دهيت بتاخد اللون دهوت بيسرع في السوا كده. هقرب بقى خلاص اطلعها. اخد التحميره كده هو من الوسطين كده. اتاكدت ان هي اخدت تحميره من الناحيتين. ابدا بقى اطلعها واكمل الوصفه بتاعتنا، وفي نفس المقلايه انزل بالبصل والثوم. انزل بالبصل طبعا بياخد من لون اللحمه المحمره، بياخد من طعمها طبعا، وفي نفس المقلايه وصفه سهله وجميله جدا. الفلفل معانا اهو بياخد لون. يتشوى كده هو في الفلفل. هحطه في كيس نايلون عشان خاطر يبقى سهل وانتي بتقشريه، يعرق كده معاكي ويبقى سهل وانتي بتقشريه. اخد كده تحميره. انزل كده هو بالثوم، انزل بقى كده هو بالتوابل بتاعتنا وشويه جوز الطيب. انا ما بحطش توابل كتير، كل اللي عارفيني ان انا ملح وفلفل فقط. انزل كده هو بمعلقه صلصه. بعد ما نزلت كده هو بمعلقه صلصه، نزلت بحوالي كيلو من الطماطم. عايزين الطماطم تبقى متسبكه كده اهوت. على النار التانيه هعمل لسان العصفور. انزل كده هو بلسان العصفور. اخد له كده هو تحميره، اخد معانا اللون كده هو. انزل بقى بيه. لو عايزه تحطي شوربه ماشي شغال، عايزه تحطي ميه ياخد له بس كده تقليبه علشان نحطه في البرام. شويه شوربه. انزل كده هو بالفلفل اللي انا شويته، بيدينا طعم الفلفل كده هو. الحاجه المدخنه دي بتبقى حلوه جدا. الطماطم تقلت معانا. هنزل بقى بالعكاوي اهي معايا. تاخد كده هو بقى من طعم التتبيله والبصل والفلفل والثوم، يعني طاجن معمر وبيعمر الدماغ كمان. صح يا دولة؟ Of course. عندي كده هو بالطاجن.
ادي بقى ايه لسان العصفور. شيء لزوم الشيء بقى ايه تظبيط الاكل. فلفلتين كده على الوش بيدوا طعم وبس مش حامين. وخلاص معانا احلى طاجن عكاوي في الدنيا. شوفوا الجمال. فعلا لما بنقوله الريحة عاملة شهي تحفة. عكاوي الناس الأكيلة، يعني زي ما بيقولوا أكلة الرجالة، يعني أكلة عافية وحلوة، واللحمة ولا أروع. زبدة زبدة، مش هقدر أكل الكاميرا وومن ولا أنا هقدر أكلها إلا لما تستهدى. هي مش مستحملة الصراحة، بس أنا هدوقها بقى. قولي أكلة السعادة. والله. يعني شوف طبعا التسوية في الفرن حاجة يعني بتبقى جميلة جدا. وبعدين كمان أكل العكاوي بتبقى في البرام بتبقى حلوة جدا. شوفوا اللحمة دايبة دوب، الريحة عم بتشهي. جربوها إن شاء الله هتعجبكم وتحوز على رضاكم.